ما هو غلط بس غلط وبيتحاكموا المحاكم العسكريه 18 جندي بيتحاكموا عشان ضربوا السيف، بيتحاكموا محاكمات عسكريه. ده غلط، هي استفزتهم وفتحت لهم سرقيه عملت اللي ما مدش ايد عليه، ما مدش ايد عليه. والواد اللي دخل جوه برضه ما ضربوش ويطلع ما بانش بخلص حتى لو شطب الضابط وهو لسه برضه هم اللي عايزين كده لسه ضباط هم لسه، لكن هيبداوا احنا بادئين معاهم هيبداوا بادئين صح. والجنزوري احسن رئيس وزراء منه. نفسه واحد يقول لي الجنزوري ايه عيوب؟ عدى 30 سنه ما حدش كان بيحدد الاجور، هو حدد الاجور. عين 40,000 واحد، 40,000 خريج عينهم اول امبارح. من اوائل الخريجين 15 سنه ده اللي بيقول لك مش عايز يقول لك البنات اللي عايش في امريكا ما بيتكلمش عربي، لو كان ثلاث عربي بس قدنا استقرينا والشرطه نزلت، وزير الداخليه نزلت، وانت مش هاديه. انا في مكان في المعادي وزير الداخليه كان الاقي ناس انا طلع ساكت بيمسكوا البطاريه دلوقتي. انا عايز اخرجها تاني البطاريه على في الشوارع 10 سنين. اقول لك على حاجه، انا عارف الجنزور حاسس بالظلم زيهم، وانا مع الجنزور ومع الزرقاء. بينا نخوة وبينا رجولة وبينا كرامة، وهتعيشوا وتموتوا كده طول ما انتوا واقفين كده. طب ما انت والدك من الشعب وعمك من الشعب واخواتك من الشعب. يمين بالله العظيم يمين بالله العظيم احلف لك انا اختبر ربنا. ابويا مريض سكر وضغط وكانسر ومفوت جمعة، راجل فوق ال 64 سنة. احنا شعب مش راجل، لما واحد يتعرض ومش رجالة حرام. الدنيا اتقلبت عليها يا ابني. ده فين ضرب الثلاثة احنا ماشينا حرام ترجاله. فين دي الدنيا اللي اتقلب؟ عايز يا بابا عايز فين الدنيا اللي اتقلب؟ وريني الدنيا اللي اتقلبت. كل واحد يتكلم دلوقتي عنها يقول لك ده مؤاخذة الدور هم اللي ولعوا في لكن انا هو الراجل ده سؤال انا هرد عليه بعدين. السؤال هو السؤال يا بابا. بيقول له فين هي الدنيا اللي اتقلبت على البيت؟ كل واحد يجي
كده صح ولا ده هو ده اللي اقوله ده توراق عشان مش فاهم حاجه ده توراق فاهمها لو قلت انا عارف، انا واقف كده اعرف مين اللي قابض ومين اللي بياخد. ده مش قابض ودي مش قابض. طب مين اللي قابض؟ وده مش قابض. مين اللي قابض؟ انت سالتني.